ايه هي الفانكشنز؟ الفانكشنز جوه الجي اس هي بلوك اوف كود انا بكتبه بينفذ لي تاسك معينه. كلمه فانكشن اصلا معناها يعني وظيفه، ده بالعربي. يبقى اذا انا بكتب بلوك اوف كود بينفذ لي وظيفه معينه. طيب انا ليه ما اكتبش البلوك اوف كود ده في اي مكان وخلاص ولاينز وانا كتبت الكود؟ لا، بيفضل ان انا بكتب الكود بتاعي على شكل فانكشنز علشان يكون ريدبل ويكون يوزبل، يعني اقدر اقرا الكود باريحيه وفي نفس الوقت اقدر استخدم البلوك اوف كود ده في اي مكان تاني او اي فايل تاني انا محتاجه فيه انفذ نفس اللوجيك ده. الفانكشن بيكون ليها اسم، وهو ده اللي انا بنادي بيها عليه في اي فايل انا هنده على الفانكشن دي او محتاجه البلوك اوف كود ده. وكمان الفانكشن ممكن يكون ليها انبوتس وممكن يكون ليها اوتبوتس وممكن يكون ليها الاثنين. مين اللي بيحدد ده؟ انت اللي بتحدد ده لما تيجي تديزاين الفانكشن بتاعتك. بتشوف هل الفانكشن دي محتاجه منك انبوتس، يعني محتاجه فاريبلز تدخلها لها عشان تنفذ اللوجيك اللي جواها. طب هل هي بعد ما تنفذ اللوجيك ده هي هتطلع لي او هتريتيرن داتا معينه، فاذا هي كده بتطلع اوتبوت. انت اللي بتفكر في كل ده وانت اللي بتقرر ايه هو الصح وايه اللي يتعمل. الفانكشنز ليها طرق كتابه مختلفه جوه الجافا سكريبت وليها كمان انواع مختلفه، وده اللي احنا هنتعرف عليه ان شاء الله في الفيديوز الجايه.